هلو هلو هلو، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا انتم متعودين مني دايما كل فتره بجيب لكم حاجه عظيمه جدا بكلمكم عنها. المره دي انا جايبه لكم حاجه عظيمه قوي، تركيبات كلها اللي خاصه بالشعر وبالبشره. التركيبات دي عاملاها دكتوره اسمها الدكتوره ماري جرجس، بتبيعها في الصيدليه بتاعتها. بصوا، هي منتجات كتير قوي وحاجات حلوه، وهي عاملاها كلها طبيعيه، خاليه من اي مواد كيماويه، ما فيهاش اي مواد كيماويه، وده مهم قوي 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 يا جماعه بجد للبشره وللشعر. يعني انتوا عارفين بقى مشكلتي مع الشعر الفتره دي، وعايشين معايا مشكلتي مع الشعر. انا جربت حاجات في الشعر من تركيباتها يا جماعه هايله 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 بجد. ادوني بقى فرصه اقول لكم على كل الحاجات الجميله اللي هي عاملاها. بصي، هي عامله حاجات مش عارفه ابدا من فين ولا فين. بص اللي هيطلع معايا دلوقتي بتحرير الايدين. اوكي، دي بتخلي البشره زي بشره البيبي خالص. وريحتها حلوة جدا، وتركيبات طبيعية 100%، مفيهاش أي نهائيا مواد كيماوية. دي للإيدين. دي تركيبة للسنان، لتبييض السنان. خلاص، بتستعمليها مرة والتانية والتالتة، مع كل مرة مع الاستمرارية هتشيلك الجير اللي حوالين السنان، اللي بيبقى حوالين السنان، وبتنضف جامد جدا زي معجون السنان. يعني بيتعمل بالفرشة كده، او بيتعمل بالايد، او بالفرشة طبعا يبقى ألطف. حلوة قوي. عاملة كمان تركيبة الصابون المغربي. بدل بقى ما تروحي للحمام المغربي وتاخدي وتعملي مشوار ليه في معاها الليفة. خلاص، الصابون المغربي ومعاها الليفة المغربية، وطبعا بتبقى سكراب للجسم كله. عظيمة جدا جدا. بصوا عاملة ازاي حتى، بصوا فظيعة. يعني انا عايزه اقول لكم ملمسها اصلا لوحده، مش عايزه اقول لك النعومه اللي بتيجي بعد كده، ملمسها اصلا ناعم جدا جدا، فظيع. ده حمام مغربي. اوكي، تركيبه الحمام مغربي حلوه قوي. دي تركيبه كريم العرق. اوكي، طبعا انتوا عارفين الديودرنت واسعاره الحاجات اللطيفه والكيماويات، وانها كمان ممكن تعمل يعني سواد بعد فتره طويله من استعماله، وخاصه انت بتستعمليها وبتنزلي في الشمس. لا، دي حاجه تانية خالص. دي بتمنع العرق لمده 24، بتقعد ال 24 ساعه معاكي. طبعا مش هتقعدي اكتر من 24 ساعه غير لما اكيد هتاخدي شاور تاني. يعني بيقعد معاكي اليوم كله، ما بيطلعش اي ريحه عرق نهائي. عندنا كمان تركيبة ماسك الحرير. ده هايل يا جماعة. ماسك الحرير ده للشعر، عايزة اقول لكم بيمنع التقصيف، بينعم الشعر بشكل رهيب. ده انا مجرباه، بيرفكت. هايل 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 بجد، وحقيقي بيمنع التقصيف، وبيمنع تعرض التلف اللي بيجي من أشعة الشمس والحاجات الفظيعة. طبعا المنتجات دي كلها مليانة مواد وفيتامينات وحاجات طبية كده كتير، أنا مش هقدر أحفظها، بس تقدروا تخشوا على اللينك وتعرفوا كل حاجة فيه، يعني أي تفاصيل فيها. عندنا برضو تركيبة الماسك فيس اوف. ده ماسك للوش برضو اهو. ده برضو بيرطب الوش جامد جدا، وبيبيضه، بيديله نضارة فظيعة جدا. مش عايزة اقول تاني انها كلها مركبات طبيعية. عندنا تركيبة حمام شعر بالكولاجين. ده طبعا اي حاجه فيها كولاجين طبعا لازم تعرفوا انها هايله جدا. دي تركيبه تركيبه حمام للشعر للكولاجين، وبرده بيساعد على نمو الشعر، وبيوقف تساقط الشعر، وبيحمي من التقصف. في ايه تاني؟ برضو عندهم حاجات كتير قوي. دي تركيبه ماسك الفحم، صنفره ماسك فحم. دي برضو انا من الحاجات اللي جربتها. عايزه اقول لكم، عملت الماسك ده عباره عن سكراب كده للوش، بتغسلي وشك بتلاقي وشك حاجه تانية خالص، فظيع ونعومه. مش عايزه اقول لكم، يعني حقيقي لو في عروسه عايزه بتجهز نفسها، انا بنصحها بالمجموعه دي، هايله.
في ايه تاني هنا؟ دي تركيبة كريم شعر بزيت الشيا، برضو من التركيبات الحلوة قوي. بصوا هي عاملة كام تركيبة للشعر، بصراحة كل واحدة احلى من التانية. وفي تركيبة حرير القدمين، دي برضو من الحاجات اللي انا استخدمتها. مش عايزة اقول لكم قد ايه عبقرية. طبعا انتوا معظم الناس رجليها من كتر طبعا ما هي بتمشي هتلاقي في طبعا بقت ناشفة، بتحطي فازلين بتحطي كريمات بس بتبقى برضو ناشفة. عايزة اقول لكم يا جماعة انا استعملت ده، انا حسيت بعديها ان قدم رجلي بقى عامل زي البيبي، بجد بقى بيبي خالص. يعني عارفه الملمس البيبي، انا بقيت سعيده قوي. قد ايه ادتني طاقه ايجابيه. ده من الحاجات العظيمه اللي انا استعملتها. عندنا ايه تاني؟ بصوا بقى ده برضو كريمه كولاجين للبشره، بيشد البشره. طبعا بقت ناشفه، بتحطي فازلين بتحطي كريمات بس بتبقى برضو ناشفه. عايزه اقول لكم يا جماعه انا استعملت ده، انا حسيت بعديها ان قدم رجلي بقى عامل زي البيبي، بجد بقى بيبي خالص. يعني عارفه الملمس البيبي، انا بقيت سعيده قوي. قد ايه ادتني طاقه ايجابيه. ده من الحاجات العظيمه اللي انا استعملتها. عندنا ايه تاني؟ بصوا بقى ده برضو كريمة كولاجين للبشرة، بيشد البشرة وبيديها نضارة فظيعة جدا، من الحاجات اللطيفة قوي. عندنا زيوت بقى، تعالوا اقول لكم على الزيوت دي. مثلا ده زيت زيوت هندية للشعر، كلها تركيبات طبعا طبيعية قوي. ده سيرم. طبعا احنا في انواع كتيرة للسيرم وبعدين في انواع سيرم ما ينفعش تحطيها قبل الاستشوار، لا ده ينفع تحطيها قبل الاستشوار وبعد الاستشوار. تركيبة لطيفة جدا وملمسها حلو قوي، وبرضو انا استعملتها. معظم الحاجات بتاعة الشعر بتاعتهم انا استعملتها وبجد هايلة. وكمان الشامبو ده شامبو بلسم كولاجين، برضو بالكولاجين، وطبعا وفيها مية دهب وفيها حاجات كتيرة قوي، يعني مش هعرف اشرحها لكم كلها، بس النتيجة فوق الممتازة، فوق الممتازة. ده عن تجربة، انا مش بجيب لكم حاجة غير لما بجربها يا جماعة. وده برضو كريم حمام كريم برضو للشعر بالكولاجين. يعني هايل جدا. مجموعة الشامبوهات والحاجات الماسكات للشعر وزيوت الشعر وحاجات البشرة كلها طبيعية، وكلها بتدي نضارة وبتدي صحة، وأهم حاجة إنها خالية من أي مواد كيماوية. وبحقيقي يا جماعة الموضوع ده ضروري جدا إن هو يبقى الحاجات اللي بنستعملها تبقى خالية من أي مواد كيماوية، لأنها على المدى الطويل بتبوظ البشرة. الحاجات حلوة قوي. ده صابون، ده غسول للبشرة، ده بقى ما بينظف البشرة جامد جدا، ده غسول. وعندهم حاجات كتيرة جدا. وعايزة اقول لكم ان هم عندهم كمان بيعالجوا البهاء والصلع الوراثي وتساقط الشعر، بيعالجوا كل حاجة. فين؟ في صيدلية دكتورة ماري جرجس، هي اللي عاملة التركيبات العظيمة دي. وزي ما قلت لكم التليفون هيبقى موجود اهو.